مصيبة الجيم حاجة واحدة بس، الثقة بالنفس زيادة عن اللزوم. انا مبتكلمش على الفورم اللي بتضحك على بنات الناس، ولا تتجوز ستات اكبر منها تصرف عليها، ولا تقول كلمتين حلوين ويسافروا، كل ده عادي. ولا البنت اللي بتتحول فجأة والناس تبدأ تضايقها، مش مشكلة. ولا عدم وجود الوقت في حياتك انيمور واجتماعياتك قلت فيقول لك انت بقيت بالراوي كده ليه، مش مشكلة برضو. ولا حتى يعني غلبان اللي لسه عنده كرش وبس طالع من الجيم كده متمرن وحلو وفاكر نفسه فورمه، دي حلو، that's good, that's good for therapy. انا بتكلم على الراجل اللي عنده فوق ال50 سنة ومصري، فرعون. عارفين بقى الراجل المصري ثقته بنفسه عالية، وتلاقيه لسه ربنا نفخ فيه كده وبيعرف يتمرن ولا بيعرف يلعب رياضة. ويا سلام بقى لو في شوية فكة في جيبه محيرين، لو معاه قرشين زيادة كده ايه مش عارف يعمل بيهم ايه، بيبقى خلاص وصل. لا وصل حلم الشاب المصري. ويدور على بنت صغيرة عربية او مصرية، يعني يا ريت بس بنت صغيرة امريكية، لا ما خلاص دي موجودة. انا عايز حاجة عربي بقى، وتكون فرصة برضه، تكون مزة. مش عايزين الحاجات المرهلطة بتاعت الاولد سكول ايجيبشن، ولا الحاجات اللي الله اعلم الترند الجديد ايه اللي هو فيري سكيني بتاع AUC ايجيبشنز. او احنا عايزين بقى الفيزيك مودلز بتوع ال كده دول. طب بأي حق يعني مؤاخذة؟ انا في السن ده الواحد اتربى على الناس دي، اللي هو عمو وحضرتك وزي بابايا، واللي هو يعني خلاص انا قاعده كده مش حاسه بقلق، لان متخيله ان الراجل ده هيبص لي كبنته، مش متخيله خالص ان الراجل ده هيبص لي كفريسه يعني. نهار اسود. وجديا من كتر الثقه بقى، ما خلاص كل شويه جيم وكل شويه فلوس، يروح يتقدم ولا يروح يعكس البنت ويكلمها في الموضوع، او يروح يحاول يفكر يكلم اهلها. انت مش خايف مثلا ان ابوها يجيب الشبشب ويخبطك على وشك، يقول لك يا راجل يا شاب يا عيب يا ناقص، عيب عليك انت قدي في السن؟ طب منين؟ بلاش عقليا كده منين؟ مش عشان خاطر انت بتروح الجيم يبقى هتعرف تستحمل حاجه عندها حاجه 20 سنة ومزه برضو، وانت طب يعني شوف لك واحده يعني غلبانه مش قادره، او واحده يعني خلاص بايره ومتنيله ب60 نيله ومحدش بيبص لها ولا حد عايزها ولا حد بتاع. ولا واحده مثلا تكون عايزه فلوس ويلا مش مشكله هتجوز الراجل ده لغايه ما يموت، بس مش واحده ما شاء الله تكون شقها شت جدر وكل حاجه متظبطه في حياتها، معظم الحاجات متظبطه في حياتها، اه، وصحتها ما شاء الله كويسه جدا، وتبص لها. ما ينفعش، عيب.